كوميديا الكاركترات هي واحدة من أصعب أنواع الكوميديا اللي ممكن أي كوميديان يقدمها، لكن الكوميديان اللي هنتكلم عنه النهاردة قرر إنه يركز في المنطقة دي ويعمل لنا كاركترات كوميدية لسه فاكرينها لحد دلوقتي. مين فينا ينسى الليمبي ولا بوحة ولا عوكل وغيرها من الشخصيات الكتير اللي قدمها لينا محمد سعد؟ بس هل محمد سعد كان عنده حق انه يكمل في اللون ده من الكوميديا من غير ما يقدم اي حاجة جديدة بعيدة عنه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة من ممنوع الضحك. عشان كده يا صاحبي عايزك تجهز كوباية الشاي وتركز معايا، لان المشخصاتي لسه هيبدأ الحكاية بتبتدي من محمد سعد، الممثل المغمور اللي بيحاول يشق طريقه ناحية الشهرة والنجومية. في سنة 1994 بيشارك محمد سعد في فيلم الطريق إلى إيلات، ودي بتكون خطوة مهمة جدا ليه عشان بعدها يشارك في مسلسل مين ما يحبش فاطمة مع النجم أحمد عبد العزيز. وقتها أحمد عبد العزيز كان أحسن نجم درامي في مصر ومفيش حد يقدر يفوت مسلسلاته، ودي طبعا كانت فرصة ذهبية لمحمد سعد إنه يشارك في بطولة مسلسل بطله أحمد عبد العزيز. بعدها بأربع سنين في سنة 2000 بيشارك محمد سعد وش السعد عليه علاء ولي الدين في بطولة فيلم الناظر، وبيقدم في الفيلم ده شخصية الليمبي اللي هتكون في المستقبل أشهر كاركتر كوميدي هيقدمه طول مسيرته وهيكمل معاه بعد كده. فيلم الناظر قدر يحقق نجاح كبير جدا، وكان هو البوابة اللي فتحت لمحمد سعد طريق النجومية اللي مشي فيه هو وأحمد حلمي بعد كده لما شاركوا في فيلم 55 إسعاف. في الفيلم ده شفنا دويتو من اقوى الدويتوهات الكوميديه اللي من النادر ومن الصعب انك تشوفها دلوقتي، وزي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو بتاع احمد حلمي ان الفيلم ده عبيط ولكنه يستاهل انك تشوفه. وبعدين حتى لو عبيط يا صاحبي اعتبره فيلم هندي. بعدها في سنة 2002 بيشارك محمد سعد في أول بطولة منفردة ليه في السينما بفيلم الليمبي. الجمهور من ساعة فيلم الناظر كان متحمس جدا إنه يشوف شخصية الليمبي في فيلم مستقل. في الليمبي محمد سعد شكل دويتو حلو مع عبلة كامل اللي كانت قايمة بدور أمه في الفيلم. واللي ما تعرفوهوش عن نهاية فيلم الليمبي إن في النهاية عبلة كامل كانت هتموت، لكن مشهد موتها اتشال في المونتاج، والمخرج حب يغير النهاية وما نكدش على الناس. وفي فيلم الليمبي محمد سعد حقق ايرادات عالية جدا في شباك التذاكر. وبعد النجاح الكبير ده محمد سعد قرر انه يقدم الشخصية تاني ويعمل جزء جديد من الليمبي، لكنه بعد عن الفكرة دي وقرر ما يقدمش جزء متصل للليمبي ويقدم جزء مختلف منفصل يعني عن الليمبي اللي كان بعنوان اللي بالي بالك. من اسم الفيلم الغريب اللي ملوش اي علاقة باحداث الفيلم كان واضح اوي ان ده الجزء التاني من الليمبي. في ناس كتير شافت ان محمد سعد بيستهلك نفسه فنيا، خصوصا ان دي تالت مرة يقدم فيها شخصية الليمبي، لكن برضو محمد سعد في اللي بالي بالك قدر ينجح ويشد الجمهور ليه في السينما لما شافوا الليمبي في مغامرة جديدة. بعد اللي بالي بالك الناس كلها كانت مستنية محمد سعد عشان تشوف جديده. طيب هل هو هيقدم فيلم تاني عن الليمبي؟ لا، دي كانت الإجابة اللي قالها لينا محمد سعد في سنة 2004 لما نزل بفيلم عوكل. وهنا الجمهور شاف شخصية جديدة لمحمد سعد، ومحمد سعد قدر فعلا يضحكنا بإفيهات عوكل اللي لسه معلقة في دماغنا لحد النهاردة وصعب خالص اننا ننساها. وكان واضح من الفيلم ان محمد سعد خلاص عرف سكته في الكوميديا، وكل افلامه اللي جاب بعد كده كانت قايمة على كوميديا الكاركترات. زي مثلا يا سيدي فيلم بوحة اللي قدمه سنة 2005. الفيلم ده بالنسبة لي من أحلى أفلام محمد سعد، وبحب أوي أتفرج عليه في العيد الكبير أول لما يجي. أنا أصلا ما بحسش بأجواء العيد غير لما ألاقيه شغال في التلفزيون. قصة الفيلم بتحكي لينا عن بوحة الصباح اللي طول أحداث الفيلم بيدور على راجل اسمه محروس الضبع عشان يورث. وبيكمل محمد سعد رحلة نجاحه بعد كده في سنة 2006 بفيلم كتكوت. أنا بحب فيلم كتكوت جدا، بس هو النص الأولاني بس. النص التاني بتاع المهمة ده كان زي الزفت. سنة 2007 بيكتب محمد سعد شهادة وفاة كوميديا الكاركترات اللي كان بيقدمها بفيلم كركر. الفيلم ده معجبنيش خالص ومعجبش أي حد من جمهور محمد سعد، وبصراحة الفيلم كان وحش جدا، وأداء محمد سعد في الفيلم كان أوفر ومفتعل. بعد كده في سنة 2008 بيكمل محمد سعد سقوطه ككوميديان لما بيقدم لينا فيلم بوشكاش. بالرغم ان الفيلم ده كانت قصته حلوة وجديدة وفيها واقعية سحرية، وبالمناسبة اللي كتب سيناريو الفيلم أحمد فهمي وهشام ماجد، عشان كده هتحس ان كوميديا محمد سعد في الفيلم ده كانت مختلفة شوية عن بقية أفلامه اللي فاتت.
وبالرغم ان شخصية بوشكاش محفوظ بتنافس بقدراتها الكوميدية شخصية الليمبي، الا ان بوشكاش لما اتعرض في السينما ما قدرش يحقق النجاح المطلوب، وغاب محمد سعد بعد كده عن السينما في سنة 2009 وما قدمش اي فيلم. وفي سنة 2010 قرر محمد سعد يرجع تاني لشخصية الليمبي ويقدمها للمرة الرابعة على شاشة السينما. وهنا الكل هاجم محمد سعد وقالوا عليه انه خلاص استهلك نفسه في الليمبي وما عادش عنده اي جديد يقدمه. لكن لما اتعرض فيلم الليمبي 8 جيجا الفيلم عجب الناس جدا، لدرجة ان في ناس شافوه احسن من فيلم الليمبي اللي اتعرض في سنة 2002. وبصراحة سيناريو الفيلم كان حلو جدا. بعد كده محمد سعد بيرجع للفشل تاني في سنة 2011 لما بيقدم لينا فيلم تيك تيك بوم. الفيلم ده هو أقل أفلام محمد سعد، يمكن أسوأ كمان من فيلم كركر، وقليل قوي لو لقيت الفيلم ده بينعرض في التلفزيون لأنه محققش أي نجاح يذكر. بعد كده محمد سعد في 2012 بيغيب عن السينما وبيقرر يلعب في الدراما بمسلسل شمس الأنصاري اللي كان من أسوأ مسلسلات موسم رمضان 2012. وفشل ورا فشل جه بعده نجاح كبير لمحمد سعد في سنة 2013 لما قدم لينا فيلم تتح. مستحيل تزهق من الفيلم ده خالص، شخصية تتح دي مضادة للاكتئاب. ومن خلال الفيلم ده محمد سعد ورانا انه لسه عنده كتير يقدمه في كوميديا الكاركترات. وفي سنة 2014 بيعمل محمد سعد كروس اوفر بين أعماله، بيجمع شخصية الليمبي وقطاطة من عوكل في مسلسل فيفا قطاطة اللي نجح نجاح كبير جدا في رمضان 2014. ومن شدة نجاحه هتلاقي أفلام كتير على اليوتيوب زي الليمبي في الجاهلية والليمبي في عصر الإنجليز. بعد كده في سنة 2016 محمد سعد بيقدم شخصية تتح تاني في فيلم حياتي مبهدلة، لكن المرة دي الفيلم ما بينجحش. وفي السنين اللي بعد كده بيقدم محمد سعد أعمال وحشة فنيا وتجاريا زي فيلم تحت الترابيزة ومحمد حسين اللي محققوش أي نجاح في السينما، ومسلسل إكسلانس اللي اتعرض في رمضان ومحدش شافه. وفي سنة 2025 بيتحول محمد سعد من كوميديان لممثل درامي بفيلم الدشاش اللي نقدر نقول انه رجع محمد سعد لمكانته من تاني. وقبليه طبعا فيلم الكنز اللي كشف لينا فيه محمد سعد عن موهبته الفذة. في نهاية الفيديو حابب اعرف رأيكم ايه اكتر فيلم كوميدي بتحبوه لمحمد سعد؟ شردة كده اي حد. طب دي بيتي ورفعت عليا بندقيتك عشان تقنعني انك لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.